مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. بعد أجازة طويلة شويتين وشهر رمضان المعظم ربنا يعيده ويعيد علينا وعليكم بكل خير، أخيرا رجعنا تاني. كنت ناوي في بداية الحلقة أجيب وردة وتقول وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بس شكلها سخيف. بس انتوا بجد وحشتوني والله. شهر كامل مر علينا وعليكم أحداث كتير، بس كان أهمها الهزيمة من اتحاد العاصمة واللي لسه مأثرة ومعلمة في نفوس كل زملكاوي. تاني حاجة مشكلة إناسيو مع أيمن حفني. اللي متابع الهاشتاج والصفحة الرسمية للبرنامج هيلاقينا في تحليل الماتش قلنا إن الزمالك بائس للأسف في كل شيء، ودي حقيقة. سألني أحد الأصدقاء هي الفرص بتاعت باسم وتوفيق وستانلي وشوطة شيكا ومصطفى لو كانوا جم كنت هيبقى نفس تحليلي ده؟ أحب أقول له موضوع ضياع فرص سهلة ده قلنا قبل كده إنه انعدام ثقة من اللعيبة، انعدام ثقة في نفسها، وطبعا لا نغفل عدم التوفيق الرهيب اللي يخلي شوطة زي بتاعت مصطفى فتحي دي ما تخشش. بس تعالى هنا، عايز تعرف الزمالك بائس ليه؟ عد كام كورة اتمررت صح وكام تمريرة اتقطعت برعونة وخيبة من اللعيبة. شوف كام التحام الزمالك فاز فيه بالكورة، وحتى اللي بيلتحم بيعمل فاول اهبل زي اللي عمله طارق حامد، واللي احب اسجل كل شكري لامير سعيود انه قام واعتدى عليه عشان يطرد هو كمان، والا كنا هنلعب ناقصين واحنا مش ناقصين اصلا. المستوى اللي ظهر عليه الزمالك بائس. إناسيو مشترك في الجريمه. ازاي مستوى اللعيبه في الاستلام والتسليم ما ارتفعش لغايه دلوقتي ومحدش يقول لي هو هيعلمهم اساسيات كوره؟ ايوه يعلمهم، امال هو مدرب ازاي؟ اللي جاي صعب على إناسيو، لكن في المقابل ما ينفعش اسمع حس حد يقول إناسيو يمشي. إناسيو لو مشي هتبقى جريمه بجد في حق الزمالك. مشكله إناسيو وايمن حفني في رايي الشخصي مفيش لاعب اهم من مدير فني، ومفيش لعيب في الزمالك اصلا اقدر اقول عليه مؤثر ويقدر يقلب نتيجه او يكسب ماتش بكل اسف دلوقتي. يبقى ما ينفعش اننا ندي الاشاره لرئيس الجمعيه العموميه ونقول له احنا معاك يا ريس، مشي إناسيو وهات لنا محمد صلاح ولا حلمي ولا جمال عبد الحميد ولا رضا عبد العال وجرب في اللي خلفونا. إناسيو لازم يستمر، ومش معنى انه مش مقتنع بلاعب او اتنين انت بتحبهم ان حضرتك تهاجمه بالشكل ده، والا تعالى درب انت. انا بحب ايمن حفني ده انا عن نفسي، وشايفه لاعب فز بل واهم لعيب في مصر ومفيش منه، بس إناسيو شايف غير كده. انا ما بحبش احمد توفيق وشايفه لاعب لازم يروح يلعب مصارعه احسن، بس إناسيو شايف غير كده وطلب من مجلس الاداره عدم الاستغناء عنه. يا ترى انا بفهم كوره احسن من إناسيو اللي شايف كل اللعيبه في التمرين وفي غير التمرين؟ طيب انا دخلت دماغ إناسيو وعارف هو طالب من كل لاعب ايه بالظبط، وعليه انا عارف درجه الرضا عنده عن كل لعيب قد ايه؟ طبعا لا، وكلكم كده. بلاش نهد، تعالوا نجرب نستمر بمدير فني موسم على بعضه ونشوف النتيجه، واللي اكيد هتكون احسن من الخراره اللي مفتوحه علينا. بلاش نبقى احنا السبب في خرابها. هيجي يقول لك انا شفت الناس كلها مش عايزه الراجل وكل الزملكاويه شايفين ان ايمن حفني وباولو لازم يلعبوا، هيشيلنا الليل. طب اهو حسام باولو لعب ماتش بتروجيت، ايه رايكم؟ ممتاز ها؟ والله انتوا ناس زي العسل. على العموم اديني قلت لكم هتبقوا انتوا السبب وانتوا الشماعه اللي هيتعلق عليها المصيبه الجايه. انتوا احرار، انا ماليش دعوه. صفقات صفقات صفقات، إيشي كاسونجو على اتشمبيونج على رزاق ومعانا معروف وعلى ذمتنا كوفي وهناك في الركن مايوكا، ده غير ستانلي اللي إناسيو مصر على استمراره. ده فيلم. تعال بقى على اسلام محارب وابراهيم حسن وداوودة وكابوريا واحمد جمعه، ده غير الراجل اللي مضى من شهور ومركون في الفريزر اللي اسمه احمد مجدي واللي انا شخصيا مقتنع بيه جدا. بس هل الزمالك محتاج كل الناس دي؟ الاجابه لا. طيب هل إناسيو طلب كل الناس دي؟ الصراحه اشك. طيب كنت كتبت تقرير صغير كده على الصفحه وعلى الهاشتاج موجود عن احتياجات الزمالك في موسم الانتقالات، والحمد لله كل المراكز اللي احنا عايزين فيها لعيبه ما جاتش، يمكن ما عدا راس الحربه بس. ممكن تقول لي من كل الاسامي اللي الزمالك بيفوضها دي
مين جناح يمين ممكن يسد مكان شيكا او مصطفى فتحي اللي ماشي؟ مفيش ما عدا احمد مجدي، واللي شكله مش جاي بنسبه 70%. طيب لو ستانلي مشي وكهربا رجع اتحاد جده، وده اكيد، حضرتك بتفاوض اي جناح شمال يسد في عدم وجود احمد رفعت؟ لا. طيب بالنسبه لاسلام جمال اللي ماشي، حضرتك جبت او بتفاوض او هتصعد ناشئ يسد مكانه في البدلاء؟ في البدلاء. المركز مهم حتى في البدلاء؟ لا. الزمالك ومجلس ادارته بيعمل صفقات انتخابيه عشان يقول انا اللي جبت كل اللعيبه دي ودي احسن لعيبه، ويذل في اللي جابونا، بس ما عندهمش حاجه تانية. الزمالك مش محتاج ده كله. الزمالك بمنتهى البساطه لو صعد ناشئين عشان يبقوا بدلة للاساسيين هنستريح، ولو اعتمد على وجهه نظر ايناسيو بس في الصفقات هنستريح اكتر واكتر. الزمالك كسب في العيد، او المصحف تالت يوم العيد كسب. ماتش بتروجيت، حللنا الماتش مباشرة على الصفحة وعلى الهاشتاج بعد الماتش. يمكن قلت ان الماتش فوق المتوسط بالنسبة للزمالك. الزمالك مش مبدع بس كويس. الزمالك مش رهيب لكن عنده مدير فني قدر يقرأ الثغرات اللي في دفاع بتروجيت ولعب عليها، ونفس الجملة جابت جونين، وكانت ممكن تجيب اكتر لو احمد توفيق ما اتكهربش ساعة ما استلم الكورة، ولو كان معروف يوسف ربنا وفقه السنة في الكرة اللي عملها بالهيد. الزمالك جيد. يمكن يكون ايناسيو مش المدرب العبقري اللي يعمل من الفسيخ شربات، لكن هو مدرب كويس. يمكن عنده مشكلة انه مش قادر يوصل فكر اللعيبة بصورة كاملة او سريعة، لكن هو مدرب كويس. مش معنى ان حضرتك مختلف عليه على لاعب او اتنين انك تطلع كل يوم تقول ده حمار، لانه مش حمار. يا اخوانا اهدوا شوية. مفيش حد اكيد فينا كلنا بيفهم كورة اكتر من الراجل ده. الراجل اللي مارس اللعب على المستوى الاحترافي ودرب انديه نسبيا كويسه في اوروبا وفاز ببطولات مهما كان عددها قليل، لكن هو حصل. الراجل دماغه فيها كوره، زي ما قلت يمكن يكون بطيء في توصيلها للعيب لكن هتوصل. ولما هتجيله الصفقات اللي هو طالبها اعتقد ان الحل هيبقى احسن. نهدى شويه ونستنى، نجرب يا اخي وان شاء الله خير. كابتن يا كابتن، عايز تبقى روش؟ عايز على الفيس تلم لايكات؟ عايز تفهم الناس انك المحلل اللي ما جابتوش ولاده؟ عايز تحسس الناس انك خالد بيومي؟ اطلع بعد كل ماتش للزمالك اشتم في شيكابالا. دايما بعد كل ماتش قول ما بيلتحمش، ما بيدافعش، منيل بنيله، عالة على الفرقه. لا والله برافو عليك، انت واد 100 حبيبي. احب اقول لك ان شيكابالا النهارده ما عادش بيلعب بالسبرنتات والالتحامات والخناقات اللي كان بيلعبها زمان. شيكابالا كبر واستوى وبقى بيلعب بخبراته. الناس الطيبين اللي بيقول لك هو كل اللي بيعمله انه يلم ويرفع، هات لي رفعه واحده من شيكابالا كانت وحشه، اللهم حاجات بسيطه يعني، ما هو اكيد في حاجه تطلع منه وحشه. هات لي كوره واحده بس حضرتك ما اقتنعتش فيها اللي بيعمله شيكابالا. للاسف احنا بنهد بايدينا. في واحد تاني الناحيه التانيه لابس شرط الكابتنه برضه، الجمهور عدى وضربوا على قفاه وشتموا بابوه وامه، لكن النهارده بيقولوا هو فين من المنتخب والمنتخب محتاجه وده الكابيتانو والبتنجانو والبرنجانو والمش عارف ايه، وعاملين فيلم عليه. يا اخوانا احنا لازم نساند فريقنا. يا اخوانا مفيش حد فينا مدير فني. يا اخوانا كلنا مش محللين. يا اخوانا احنا جمهور، دورنا نساند الفريق وكل ما يمثل الملكي بس. نهدى ابوس على دماغكم. الزمالك محتاج كل صوت فينا يهتف يقول يا زمالك. قدامنا حلم يمكن يكون صعب وبعيد لكن موجود في ايدنا لسه، يا ريت ما نضيعوش. ابوس على دماغكم ما نضيعوش. نهاية الحلقة أتمنى تكون خفيفة عليكم، وحشتوني جدا. أوعدكم بأننا إن شاء الله هنرجع كل يوم سبت حلقة. أشوفكم بإذن الله الأسبوع الجاي.
وبما ان الزمالك كسب بتروجيت في العيد، فعيد سعيد عليكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين.